الفيديو ده مخصوص لمحبين القلقاس أو اللي بيحبوه مش بيعرفوا يعملوه. هعمله بطريقتي اللي ما بغيرهاش من سنين، وأسهل طريقة لتنظيفه بتخلي لونه وردي كده. والخطوة اللي بعملها في تجهيز السلق بتخلي لونه ما يغمقش ويفضل زاهي من غير ما أصفيه ولا أي كتل في الشوربة. طريقة سهلة أي حد يقدر يعملها، وانتوا هتحكولي عن حلاوته. تعالوا نشوف الطريقة. اول حاجه هنبدا بيها طبعا القلقاس، هو بيفضل تكون قطعه واحده، يعني ما تكونش كبيره قوي ومش صغيره قوي يعني، بس دول كلهم حجم واحد يعني. ويفضل ننقي يكون لونه وردي كده من فوق. هنغسله بفرشه غسيل الخضروات، نغسله كويس قوي بحيث ما يكونش فيه اي مكان للتراب او طينه كده من بره. بعد ما غسلته ونشفته هنشيل الجزئين اللي من فوق ومن تحت دول وتقشروه بالشكل ده كده، بسيطه قوي اهو. نيجي بعد كده بقى للتقطيع. انا بحب اقطعه شرايح كده بالسمك ده حوالي سنتي ونص، وبعد كده صوابع واقطعها كلها مكعبات. يفضل طبعا تكون مقاس واحد علشان تاخد تسوية واحدة. هحطها في بولة تانية، ونيجي بقى للخلاف اللي دايما بين الناس، هو بيتغسل ولا لا. انا هقول لكم على طريقتي وانتوا ليكم مطلق الحرية، مع كل احترامي لأي طريقة تانية. أنا مستحيل ما اغسلش القلقاس يا جماعة، ما تستغربوش يعني. أنا ما بحبش أبدا أشتغل فيه من غير ما أغسله. بغسله بطريقة سهلة قوي بس بتريحني نفسيا كده. تعالوا أقول لكم إزاي. بروح رش عليه شوية كده من الملح، يعني نص الأول معلقة، وأقلبه، وبعد كده نص معلقة تانية يعني معلقة كبيرة كده، وأفضل أقلب بإيدي كده عشان أي مادة لزجة فيه تفصل عن القلقاس، وأسيبه مثلا يعني حوالي كده 10 دقايق بالكتير. بعد ما أقلبه بإيدي كده، بعد ال10 دقايق أحطه في مصفى، وبعدين أصب عليه المية. أنا لازم أتخلص من المادة الهلامية اللي فيه دي. هفضل بقى أغسله في المية مرة واتنين وتلاتة وعشرة وعشرين لحد ما المية تبقى رايقة بالشكل ده كده. أنا بالنسبة لي يعني، وممكن أكون غلط، حتى لو في أي فايدة بنخسرها من فوائده، بس ما أقدرش أكله من غير ما يتغسل. بص لونه حتى بقى حلو إزاي. طبعا ليكم مطلق الحريه. بعد ما الميه بقت رايقه هصفيه واركنه على جنب. هبدا بقى اخد شوربه مناسبه كده لكميه القلقاس. مش شرط خالص شوربه بط ولا لحمه ولا فراخ، الشوربه اللي بتحبوها. واحنا هندعمها برضو ونضيف عليها مرقه فراخ بودر وفلفل اسمر وبابريكا ونص معلقه من السكر. ما تستغربوش، السكر بيعمل طعم لذيذ جدا جدا للقلقاس. اللي بيحبوه هيعملوه بالطريقه دي هيعرفوا. لو الشوربه ناقصه ملح بتزودوا الملح وتظبطوها. هسيب الشوربه تغلي على النار ضروري، وادي القلقاس يا دوب الشوربه يا جماعه تكون مغطيه القلقاس، بلاش تكتروها قوي عشان ما تبقاش خفيفه. هسيبه بقى على النار يغلي، وتعالوا نعمل السلق. ده السلق كيلو القلقاس او كيلو ونص يعني مثلا، بيبقى حزمتين كده مش كبار قوي. ويفضل نغسله الاول عشان ما يفقدش فوائده، وبعد كده نشيل منه السيقان بتاعته. شيلوها كلها بالطريقه دي كده. ما ينفعش نشتغل في السلق بالسيقان بتاعته، هتعمل كده زي خيوط في الشوربه مش لطيفه. في حزمه من الكزبره الخضراء برده خدت الورق بتاعها، وهصفيهم من الميه لاني غسلتهم طبعا برده الاول قبل ما اشيل منها السيقان. اركنها على جنب، وطاسه على النار هاخد معلقه سمنه كبيره كده، يا سلام بقى لو بلدي يعني. وبعد كده طريقتي بقى في السلق. انا مش بعمل تقليه، فهعمل ايه؟ هاخد 4 5 6 فصوص توم. كل فص توم هقسمه نصين، مش عايزاه يبقى ناعم قوي، علشان عايزه اشوح التوم ويفضل لونه فاتح يا دوب ريحته تطلع. وهنزل بالسلق طبعا متصفي كويس قوي، مش لازم في فوطه ولا حاجه، بس متصفي والنار عاليه. وهبدا كده اشوح فيه شويه ورا شويه كده، هتلاقوا السوائل قلت خالص، وهيفضل لونه محتفظ اخضر الحلو الزاهي بتاعه. وفي نفس الوقت التوم علشان مش مقطعينه رفيع مغمقش ولا حاجه. اول ما الاقي السوائل قلت وكميته قلت خالص، هاخده زي ما هو وفي الخلاط مع معلقتين من الشوربه اللي بسلق فيها القلقاس، وبس كده. بتلاقوه بالقوام الحلو ده من غير ما اصفيه، ولا بيكون في كدل ولا اي حاجه خالص في السلق. صدقوني دي طريقه تحفه جدا. بعد كده القلقاس خلاص اهو استوى، حطيت الشوكه فيه بسهوله كده تمام. لو ناقص ملح تظبطوه، وهاتوا بقى السلق اللي احنا خلطناه في الخلاط ناعم ده وضيفوه. الخطوه دي حلوه قوي كمان. في ناس مش بيحبوا القلقاس يكون غامق قوي، او مثلا يكون فيه زي خيوط كده او كتل، فالطريقه دي هتحبوها جدا. غير الطعم بقى ولا تقليه ولا حاجه خالص. انا ضفت الكميه كلها تقريبا وسبته يغلي على النار، وبعدين طفيته وجبت احلى طبق عندي وحطيت في القلقاس بالشكل ده. شايفين الحلاوه؟ لونه حلو جدا، ولا فاتح ولا غامق، وكمان قوامه مظبوط جدا. قدموه بقى بالطريقه اللي تحبوها. تعملوا معاه رز او عيش محمص زي كده، وشويه الزيتون المخلل دول عملناهم في فيديو سابق تقدروا تشوفوه. والعيش البلدي بتاعنا المقمر، وشوكه وسكينه عشان تاكلوه بالشوكه او بالمعلقه مع الشوربه. رهيب بجد يا جماعه، حلو جدا ومستوي ولونه حلو، لونه مغمقش خالص بعد التسويه. طعم القلقاس ده حلو حلاوه وبيدفي في الشتاء. وطبعا في طريقه تانية للقلقاس بالصلصه الحمراء او بالطماطم، يعني تقدروا برضو تعملوا اللي انتوا عاوزينه. بس اتمنى بجد طريقتي تعجبكم، ولو عجبتكم هستنى رايكم في كومنت جميل زيكم. وصحتين وهنا يا رب.